السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل فترة نزلت مقطع في السناب فيه فائدة، ثم ذكرت أن هذه الفائدة منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلت قال علي عليه السلام. فللأسف الشديد جاني كثير من الإخوة والأخوات على الخاص اللي يقول أنت شيعي، واللي يقول هذا ما يجوز. يعني للأسف الشديد معليش، وأنا أكون صادق ومعليش يعني على هالكلام، أكثر الناس يجهلون دينهم وتفاصيله أهل السنة. يعني للأسف الشديد حتى اليهود، حتى النصارى، حتى المجوس، حتى عباد النار لما وجدناهم في الهند، الصراحة الكثير متفقه في دينه، إلا إحنا. يعني آل البيت اللي هم أفضل الناس، اللي هم يعني أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما نعرف عنهم شيء. فيا حبيبي الذي تسألني وتقول لما أقول علي عليه السلام تقول لي من أين أتيت بهذا؟ يا أخي أصح الكتب في السنة البخاري. هل قرأت البخاري يا طيب؟ وأنت يا طيبة؟ البخاري ما ذكر علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين إلا يقول عليهم السلام، حتى أنه في قصة اليمن ذكر خالد بن الوليد قال رضي الله عنه، وذكر علي وقال عليه السلام، يعني فرق. ارجع لتفسير سورة الذاريات في البخاري تجده ذكر علي وقال عليه السلام. الإمام النسائي صاحب السنن يقول عليهم السلام، والحاكم النسابوري يقول عليهم السلام، وكل الأئمة من أهل السنة قديما. خليك من هذا كله. أنت ماذا تقول في الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني لو قلت علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين ثم قلت بعدها عليه الصلاة والسلام جاز. فأنت يا حبيبي صلاتك ما تقبل، الفريضة منك ولا النافلة، حتى تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. من هم آل محمد؟ أزواجه من آله، لكن من آله؟ الأصل أهل الكساء. وإذا ما تعرف إيش معنى أهل الكساء اكتب حديث الكساء ويطلع لك عشان تفقه دينك. علي وفاطمة والحسن والحسين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني اللهم صل وسلم على علي وعلى فاطمة وعلى الحسن والحسين كما صليت على محمد وآل محمد داخلين في الصلاة. ما لكم كيف تحكمون؟ يا أخي تعلموا دينكم، ارجعوا لكتب السنة. ارجع لابن كثير يقول عليهم السلام في تاريخه، ارجع للطبري. هذول آل البيت. انت فاهم ايش معنى آل البيت؟ يعني عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أفضل منهم، فأعطوهم حقهم. أقل القليل تعلموا كيف تذكرونهم، ليس تنكرون على من يذكرهم جهل. طبعا من الجهل اللي مرة مركب للأسف الشديد، وسامحوني على هالكلام لكن شيء يغيظ، الذي يذكر آل البيت ويكثر من ذكرهم أو يقول عليهم السلام يقولون أنت شيعي. يا أخي الحسن والحسين وفاطمة وعلي وآل البيت ما لهم دخل بالشيعة. هم أصلا قبل ما يكونون خاصين بالشيعة وبالسنة هم خاصين بالإسلام والمسلمين. هم آل بيت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيهم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يعني إذا تمسكت فيهم يحفظونك من الضلالة. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني في الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وفي الأزواج كذلك، ولكن الأزواج داخلين بالسبب اللي هو النكاح. هذول الآل من النسب في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله، تعلموا دينكم يا مسلمين.